ازيكم؟ النهارده هنعمل سمك مكاريل مشوي محشي. عندنا 4 سمكات مكاريل متنضفه طبعا البطن ومغسول كويس. بطارخ السمك هنشوف هنعملها ازاي. 3 بصلات متقطعين كبار. 3 قرون فلفل رومي برضو متقطع كبير، و5 طماطمات برضو متقطعين كبير. 10 فصوص توم مفرومين، وكزبرة خضراء متقطعة، قرن فلفل رومي مفروم، ومعلقة كزبرة، ومعلقة كمون، ومعلقة فلفل اسمر، ومعلقة ملح، وعصير ليمونتين. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. الزيت في الطاسة، معلقة زيت، هنحط عليهم الثوم المفروم، تشويح بسيط، ومعليين النار. ريحتها بتبتدي تطلع معانا. استنينا لحد ما الثوم يصفر شويه، يعني داخله انها تحمر. هنحط عليه الفلفل المفروم، نقلبهم مع بعض. طبعا الريحه طالعه جميله جدا. هنحط دلوقتي البصل، طبعا الفلفل دلوقتي دبل هو والبصل ولونه تحت. هنعلي النار ونحط الطماطم. نقلبهم شويه مع بعض، ما نقلبش طبعا كتير عشان الطماطم ما تتفرمش معانا يعني. هنحط الملح، باقي التوابل بقى معانا. طبعا معلقه الكزبره الناشفه، ومعلقه الكمون، والفلفل الاسمر. طبعا بتلاقوا الريحه كلها بقى طبعا. عصير الليمونتين. نقلب برضو حاجه بسيطه كده. ونحط الكزبره الخضراء، يا دوب نقلبها ونطفي على طول ونسيبها عشان ما تتبلش الكزبره معانا، يعني تبقى برضو لسه محافظه على شكلها. بس بالشكل دوت، ونقلب ونطفي على طول. طبعا هنا عندنا صينيه او صاجه عاملينها بفويل ميكرويف، وهنرش عليها رده دلوقتي عشان نحط السمك عليها بالشكل دوت. طبعا عشان السمك ما يلزقش، هو بيتعمل طبعا بالرده. عادي بنلاقيها في اي حته عادي. بس بالشكل دوت، وهنبتدي نحط السمك. طبعا بنبتدي بقى نحشي السمكه بالشكل ده بالخلطه اللي احنا عملناها قبل كده. بس بالشكل دوت، ونحطها في الصينيه او الصاجه اللي احنا عملناها قبل كده بالفويل. طبعا بنحط الرده على السمك بالشكل دوت، ونبتدي يعني نغطيهم كلهم بالرده، ونحطهم بعد كده في الفرن. دلوقتي بالنسبه للبطارخ، ممكن تتحط مع جوه السمك يعني مع الخلطه وكده، او ممكن تتحط في بريم مع شويه خلطه وتتحط في الفرن وتتحمر كده، فبتبقى طعمها حلو قوي. بس بالشكل دوت.
طبعا كله مع بعضه بيدي طعم حلو قوي. دلوقتي هنحط السمك في الفرن على الصاجة بتاعة الفرن على طول على النار عادي، على فرن عادي بس. وهنحط البرام فوق عادي برضو معاه. بالنسبة للسمك بعد شوية بعد ما نلاقي ان هو القعر بتاعه احمر هنطلعه فوق على الشواية عشان ما بيتقلبش، عشان يحمر بقى الوش بتاعه. دلوقتي هنعمل الدريسنج اللي هيترش على السمك بعد ما يطلع من الفرن. عندنا عصير 3 ليمونات، 3 معالق كبار خل، هنا عندنا راس توم صغيرة مفرومة ناعمة، عليها قرنين فلفل برضو مفرومين ناعم، ومعلقتين ملح، نص معلقة شطة، معلقتين كمون، ومعلقة فلفل اسمر. هنشوف بقى هيتعملوا ازاي. هنحط الفلفل مع الثوم، بس عليها الفلفل الاسمر، عليها الكمون، عليها الملح والشطة والخل والليمون. بالشكل دوت هيتقلبوا بس. بالشكل دوت هنحط بقى المية تبقى مرقة معانا يعني بالشكل ده بس. اهو دوت شكله لما هيطلع من الفرن، ونصب عليه اللي هو بقى التتبيلة اللي احنا كنا عملناها قبل كده دي طبعا. بس بالشكل دوت لحد لما نلاقي ان هو ايه كله كده يعني بقى باين عليه، يعني اتشرب كويس بس. ونغطيه بالفويل ونسيبه بقى شوية بحيث يتشرب منها كويس. ده شكل البرام البطارخ لما هيطلع من الفرن، وبالهنا والشفا. ده الشكل النهائي للسمك. ممكن يتقدم عادي مع رز ابيض، وباقي الخلطة اللي هي فاضت من اللي احنا كنا عاملينها للسمك يعني بس. وان شاء الله يعجبكم.